اسمع وركز في كلامي كويس. لو انت عاقل وخايف على عقلك يبقى ما تكملش الحلقه دي. انا قلت وخلصت ضميري قدام ربنا. اخر ما وصلت اليه الفلسفه انه لا قدره للعقل حتى الان على فهم كلام البليله، وكما قال واحد معرفش اسمه تتحقق الكثير من الاشياء المهمه في هذا العالم لاولئك الذين اصروا على المحاوله على الرغم من عدم وجود الامل. لا بجد عظمه. اصحى اصحى وركز للكلام اللي ملوش لازمه ده. انا مش عارف ليه بس ركز واصحى من باب يعني الاحتياط. وكلام البليله زي ما قلنا قبل كده يبان ان هو مضحك او مسلي، ولكن خلي بالك لانه بقى مرض ومرض معدي كمان. كل واحد يخلي باله من نفسه. اديني قلت اهو فيديو الاسبوع ده من كلام البليله فيديو ساخر للغايه، ربنا يستر. واسمحوا لي بقى اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحه وسعاده. اهلا بيكم على كوكب البليله. ولو انت يا صاحبي اهلاوي انزل تحت بسرعه اعمل سبسكرايب وفعل الجرس، ولان الفيديو ده واخد مجهود جبار فانت لازم دلوقتي تنزل تعمل اللايك الجميل اللي هو الاعجاب اللي ظهر قدامك ده. انزل بقى دلوقتي اعمل اللايك. اما بقى لو انت بتاع بليله فيعني منعا لحرق دمك والمواجهه